السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله جالكم فيديو جديد سهل كده وبسيط. بقى بما ان احنا في موسم بقى الليمون، فقلت بقى النهارده كده اجيب كمية ليمون كده محترمة زي ما انتم شايفين، عشان بقى نخليها بقى ناكل منها دلوقتي، واللي عايز يعين منها رمضان يعين. وهنعمل بقى الخلطة بتاعتها واقول لكم ازاي يطلع معاكم دايب كده زي القشطة، بكل تكاته وحركاته. تابع معايا الفيديو للاخر هيعجبك جدا. ولسه بقى بشوف قناتي لاول مره، ما ينساش بيعمل لي اشتراك ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان كل فيديو توصل لكم، ونبقى عيله كبيره كده مع بعض. يلا بينا نبدا. طبعا هاخد الليمون دلوقتي واحطه في الحله واملاه عليها ميه واولع عليها بوتاجاز لغايه ما يتسلق. وانا عايزاه بقى ياخد سلقه مستويه شويه علشان يتاكل معايا على طول زي ما انتم شايفين. هوريكم كل حاجة بالفيديو عملي، وهوريكم بقى هنعمل له خلطة ازاي. يلا بينا نحطه بقى على النار وبعد كده نشوف هنعمل ايه. دلوقتي هنعمل بقى تمليحة الليمون. زي ما انتم شايفين انا جبت بقى كده فلفل احمر وضربته كده في الخلاط زي ما انتم شايفين. طبعا دلوقتي انت عايزه معاكي الليمون او اي حادق ما يدوبش معاكي، هتحطي له معلقه كبيره سكر. مش هيدوب معاكي خالص. اهوت قدامكم اهوت عملي هذا السكر اهوت. واتحداكي لو عملت مخلل وداب منك. واخدين بالكم معايا اهوت. معايا كيس ملح خشن، لو عندك ملح خشن من اللي بيجي في الشكاير مفيش مشكله اعملي منه. فانا ما كانش متوفر عندي، فده عندي كيس ملح اهوت خشن. انا مش عايزاه حادق قوي علشان الاطفال برضو لولادي لما ياكلوا منه ما يبقاش حادق عليهم زي ما انتم شايفين اهوت. هدوب بقى الملح كده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هاخد بقى الليمون كده ارصه كده في البرطمان وانزل عليه بقى الخلطه ديت. جميل جدا. تاكلي بقى شويه ليمون مخلل بقى في حياتك ما تسلي حلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه الليمون وانت بتغيري عليه ان هو يكون حلو معاكي خالص علشان يبقى طعمه حلو معاكي، ما يبقاش ممرر ولا حاجه. اهم حاجه ان هو يكون خلاص المرار بتاعه راح خالص. بعد كده ابدا بقى ان انا احدقه. ادوب بقى الملح كده علشان كل ما احط حبه كده احط عليهم العصير معايا. شايفين لونه عامل ازاي اهو. طبعا اللون الابيض اللي على الوش دوت علشان انا فرمه الفلفل في الخلاط فمديني اللون دوت. يلا بقى اللي لسه جديد معايا في القناه ولسه اول مره يشوف فيديوهاتي ما ينساش بقى ينزل يعمل لي اشتراك ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان كل فيديوهات توصل لكم ونبقى عيله كده كبيره مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. واحب اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي بيخشوا كده ويعلقوا لي بكلام جميل زيهم كده. بشكركم جدا جدا على وجودكم معايا في القناه. هحاول انني ادوب الملح كله الاول علشان تبقى الخلطه معايا مظبوطه. ودول بقى زي ما يعملوا برطمان 2 زي ما هيكفوا معايا. شايفين لون الليمون عامل ازاي.
عندك بقى شطه وعايزه تحط قرنين شطه، يا سلام بقى، يخلي طعمه جميل جدا. تمسكي بقى النهارده تقلبي على الجهه دي، وتاني يوم تقلبي على الجهه التانيه، كل يوم كده تقلبي على جهه. واحط على وشه بقى شويه زيت، واعمليه بقى ونسيه معاكي. اهوت شايفين بقى عامل ازاي كده اهو لون المخلل. عايزه بقى تكمريه برده وتديله ربع سلقه بس كده وتكمريه، مفيش اي مشكله خالص. شايفين؟ يلا بقى اللي وصل معايا لغايه دلوقتي ينزل بقى يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان كل فيديو توصل لكم، ونبقى عيله كبيره كده مع بعض، ويحط لي اللايك بقى. يبقى كده النهارده بقى الفيديو خلص معاكم، اشوفكم فيديو جديد احلى واحلى. مع السلامه.